الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنحلل المباريات بتاعة المنتخب القومي في المجموعة. أول ماتش خلص مع موزمبيق 2-2. تاني ماتش خلص مع غانا 2-2. تالت ماتش خلص مع الرأس الأخضر 2-2. وصعدنا كتاني مجموعة بعد ما موزمبيق الله يكرمهم ويبارك لهم قاموا بالنيابة عننا بالتعادل مع غانا في آخر دقايق عشان احنا نبقى التاني بعد ما كنا هنبقى التالت بعد غانا. فمصر في المركز التاني في المجموعة. التحليل دوت السريع يقول ايه؟ ان الدفاع فيه مشكلة. دخل فينا في 3 مطوشة ست جوان. فالدفاع فيه مشكلة، لازم المدرب يلاقي لها حل. دي أول حاجة. الحاجة التانية ان لما بنقول الدفاع فيه مشكلة معناه اقصد ان الدفاع وخط النص، لان الدفاع بيبدأ من حارس المرمى والاربعة اللي في الدفاع والتلاتة اللي في النص. فلابد ان المدرب يشوف توليفة بحيث ان هي يسد بيها الثغرات اللي في الدفاع عن طريق المدافعين الأربعة وعن طريق معاهم التلاتة بتوع خط النص. بالنسبة للهجوم، الهجوم ما شاء الله احنا جايبين 6 جوان. لو كان الجوان اللي دخل فينا أقل من كده كان هيظهر إن الهجوم بتاعنا كويس. في كل ماتش جايبين جونين، دي حاجة حلوة. لكن الحاجة اللي مش حلوة إن في كل ماتش جاي فينا جونين. فعايزين نركز على الهجوم بنفس القوة، وعايزين الدفاع نحاول نشوف ايه الطريقة اللي نسد بيها الثغرات الدفاعية. يعني هل كان محمد الشناوي في احسن حالاته في البطولة دي؟ هل الثنائي محمد عبد المنعم مع احمد حجازي ثنائي منسجم مع بعضه؟ انا اشك. فالمفروض المدرب يعيد حساباته في المنظومة الدفاعية. هل انني احسن حاجة في خط النص؟ برضه اشك، لان لما مروان عطية نزل في الماتش الاخير، هو صحيح تعادلنا برضه 2-2، لكن كان مكوك وكان ظاهر بدليل ان هو خد ايه؟ رجل المباراة. فعايزين المدرب يراجع حساباته في الجون وفي الدفاع وفي خط النص. بالنسبة للهجوم لازم برضه يدي الكهرباء جزء مع مصطفى محمد ومع مرموش، وربنا يكرمنا في دور ال16 ان شاء الله. وربنا يكرم ان شاء الله ونروح لأبعد مسافة ممكنة ان شاء الله في البطولة. السلام عليكم.